أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم أحبتي من النار. فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن توبة الصالحين. فنجد في حياتنا في حياة الأمة كم من الناس كانوا في معصية الله عز وجل، لكن شاء الله عز وجل أن هيأ لهم الأسباب فتابوا إلى الله عز وجل، فكانوا بحق علماء ومحدثين وفقهاء. في لحظة واحدة قد يغير الله عز وجل حال الإنسان من حال إلى حال. ولهذا عندما نرى رمضان فتجد في رمضان العجب. شوف الإنسان قبل رمضان كيف كان حاله، فلما دخل عليه رمضان كيف أصبح حاله. لربما منا من كان لا يصلي الصلوات الخمس في وقتها حتى أصبح يصليها في وقتها. كان ربما لا يقوم من الليل ولا ركعة واحدة حتى أصبح يقوم من الليل ركعات طوال، وأصبح لربما له ختمة أو ختمتين لكتاب الله عز وجل. هذا يعني أن كل رجل منا أو امرأة في الإسلام إلا وفيها إيمان في قلبها، لكن لماذا لم يتحرك هذا الإيمان قبل رمضان؟ الفرق بينهما أن في رمضان استعداد الإنسان للوقوف بين يدي الله عز وجل، فحال الإيمان فينا مثل كأس شاي لو وضعت فيه سكر ولم تحركه كيف ستشرب هذا الشاي؟ ستشربه يعني صمت، لكن لو أنك حركته وصعد السكر ستشربه حلو. هذا يدل على أن الإيمان موجود في القلوب، لكنه الذي يحركه هي مثل هذه الجلسات، جلسات الوعد والإرشاد، قراءة كتاب الله عز وجل، الصيام لله عز وجل. فكلما كان هذا العمل قربا لله عز وجل إلا وتحرك الإيمان في قلب ابن آدم إلا وظهر في سائر حواسه عملا لله عز وجل. فحتى لا يقنط أي إنسان من رحمة الله عز وجل مهما كان حاله، فالله عز وجل لو شاء أن يغير حاله إلى حال الصلحاء من خلقه لغير الله عز وجل. وأضرب من ذلك مثلا رائعا لنا في الإسلام عالم من علماء الأمة كيف كان حاله وكيف أصبح بعد ذلك، وهو العالم الجليل بشر الحافي أو بشر بن الحارث، ولقب ببشر الحافي. طبعا تحتاج إلى الترجمة ولا لا؟ يعني الكل الحمد لله يفهم، مو كل سأترجم إن شاء الله. فبشر ابن الحارث هذا كان رجلا مدمنا للخمر، كان يشرب الخمر صباحا ومساء. في يوم من الأيام بينما هو يمر في طريقه إذ وجد ورقة مكتوب فيها اسم الله عز وجل الله، فحمل الورقة وقد وطأتها أقدام الناس، يعني المارة كان يمرون على الورقة فيطؤونها بأقدامهم، فحمل الورقة وهو مدمن للخمر فمسح الورقة بيده حتى لم يبقى فيها أثر خطى الناس، وكان في جيبه درهم واحد ولعله كان ينوي أن يشتري به خمرا، لكنه اشترى به عطرا وجاء بهذا العطر وجعله في تلك الورقة التي فيها اسم الله عز وجل، ثم طوى الورقة
ووضعها في ثقب في حائط حتى لا تطأها أقدام الناس، ثم رجع إلى بيته، فبينما هو من جوف الليل نائم يسمع صوتا يقول: يا بشر الحافي، إن إلهك يقول لك: طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا وفي الآخرة. شوف، من أجل عمل بسيط جدا، ما بالك في رمضان لو أطعمت جائعا، ما بالك لو كسوت عاريا. هذا عمل ورقة فقط مكتوب فيها اسم الله عز وجل، وما فعل إلا أن طيبها وجعلها في مكان لا تطأها أقدام الناس، فيبشره الله عز وجل وهو المدمن للخمر: طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا وفي الآخرة. وكان في ذلك اليوم قد أعد مجلسا للخمر. نعم تطجب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. هاي كرنا بين كبيرنا يود هندك وفي كويت توبة الصالحين في توب وليم بموجب بين كنا بتوبرنا. هراي بماكينه وندما هراي سنداري إن يم بين فقط مار إيمان سيد مولو دارن أو فوند أو كهون جولة دواني هيفيد دارن أو فوند أو كهون تاونو بجولة تافون جولة دارن أو كهون تاونو بألا ود صدق فوق مكاله هنا ممن بين دون نونك هولري وندما ينفوه دمار إيمان بالله، لكن كونتم إيمان سو ممناك أو وتا غولود نوي وساوانكني دو كاس تي أو دالتون سكر haray sa yari antiki atawe wala o wi sukkar non si wadama kadi memminaka haray wala kono haray sukkar on no jodoyi o wi ko non iman billahi men o way den fo ko en julbe den gomni Allah kono haray mana memminaka ko woni kaste on kuyeru jettaka memmina fi yo yaro wala donc o ni ko honno memminta dum ko hewtu goda siga di do jonde o jonne en exemple cernojo molanado wetedo Bishrul Hafi o do cernojo ko wonnodo ado wonde cernojo har ko jokkudo fi yaro bere tum e wadugol pagay kadate nyande go himo suli o ari o tawi darol hino wilde mo inde Allah subhanahu wa ta'ala o yi darol gol o tawi ko inde Allah ni malgré himo suli tawi ko conscient o jetti darol gol o fittingol ha o gayni ba o gayni gol fittude on tumati ha gol laabi boy o yehi mo marno buudu goto ka jifa makko mo falno sodde bere o tawi o wakkilaki sodugol buudon bere o yehi o sodi parfum o urni darol gol o tufingol o wengi e maadi ɓaawo wengingol e maadi nden ñande o hooti mo waali jamma mo ɗaani o hoyɗi goɗɗum ewnimo Allah subhanahu wa ta'ala tigi mana ewnimo wimo ko ayo Bishrul Hafi a urni inde amen nden menen Allah a laɓɓininde ila hande menen Allah subhanahu wa ta'ala men urnay inde ma nden men laɓɓine men waɗi aden aljanna ɗon haray ko ɗum ko sifani hande. فبشر الحافي رجع إلى بيته وكان قد أعد في ذلك اليوم مجلسا للخمر، فبينما هو في هذا المجلس ولم يشرب بعد قطرة إذ برجل يطرق باب بشر الحافي، فخرجت الخادمة فقال لها، وقد سمع الرجل من خارج بيت بشر الغناء والطرب وناس يهيئون إلى ليلة مجون وخمر، فقال لها: أسيد البيت حر أم عبد؟ قالت: حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل العبودية لله عز وجل ولا ما عصى الله عز وجل. ثم انصرف. بشر ابن الحارث في بيته سمع الرجل فخرج يجري، فقال للجارية: أين الرجل الذي كلمك؟ قالت: ذهب هكذا. فتبعه بشر حافي القدمين حتى لقيه، وقال بشر: ولعل هذا الرجل كان ملكا ولم يكن بشرا، لأن الله قيضه لي حتى أتوب مما كنت فيه من معصية الله. فلقي الرجل فقال: أعد علي ما قلت للجارية. فقال: قلت كذا وكذا. فقال له، وبدأ يمرغ وجهه في التراب ويقول: بل عبد لله عز وجل، بل عبد لله عز وجل. ثم انطلق وذهب وبدأ في طلب العلم. وهنا أيضا دلالة أخرى: الإنسان إذا هيأ الله تعالى له فرصة للتوبة فعليه أن يبدأ تلك الساعة ويتوب إلى الله عز وجل ويبدأ العمل مع الله، ليس أن يقول يسوف
سأبدأ إن شاء الله الأسبوع المقبل أو بعد يومين أو غدا. لا، إذا هيأ الله لك سببا من أسباب التوبة فعليك أن تبدأ في تلك الساعة. فبشر بن الحارث بدأ في تلك اللحظة، ثم انطلق وأصبح طالب علم حتى أصبح عالما من علماء الحديث. وكان الإمام أحمد يشهد بنفسه يقول: بشر الحافي أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لما مات يقول عنه ابن نصر قال: لما مات رحمه الله تعالى مات قبل صلاة الفجر، ولم يوضع في قبره إلا بعد صلاة العشاء. ما من بيت من أهل بغداد إلا وصلى على بشر الحافي، حتى سمعنا نواحا وبكاء في بيته ولا نرى الناس من يبكي، فعلمنا أن الجن كانت تبكي لموت بشر الحافي. فكان الناس يقولون في جنازته من علماء عصره: والله إن هاته لبشرى الدنيا فما بالك ببشرى الآخرة. فقال نصر: إن هاته لرؤيا التي رآها بشر الحافي عندما قال له الحق تبارك وتعالى في رؤياه: لقد طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا وفي الآخرة. بماكي هراي أم بشر الحافي جو توزر مون وولد فيمو هراي نياندغو kadi hari mo waɗi weendu beere ka makko. Donc goɗɗo goo gorko ari ɗon tawi ndu weendu beere inni tawi korko golla e kunkun ka damal ɗon inni ene tigi tigi on ko hoɗɗo ɗo on ko pullo ka ko maccuɗo o inni mo ko dimo hoɗi ɗo wona maccuɗo o inni way ko dimo ɗum tigi waɗi si tawi mo suusi Allah waɗugol ndu weeru beere ɗo de o hucciti kanko gorko mo nangi laawol makko o yehi. Nden Bishr kañum nani hitongo yalti landi gorko kun inna o gorko landi ɗo joni fi an kombo o inni ko gorko tun kono o yehi o dogi o hewtoyimo o inni ko hon ɗum wolanɗa gorko kun o yehi mi landi mo tigi tigi ko maccuɗo hoɗi ɗon mas ko dimo kono o wilan ko dimo sabu o wi minnon mi faami wondema maccuɗo mana maccuɗo Allah jaɓata waɗugol sifa ndu wendu beere ɗon ka tande muɗum on tumati kanko Bishr ɓawo nani ɗum o inni kanko tigi hoore makko haɗi o wona maccuɗo Allah. Donc o woni maccuɗo Allah o tuubi o fuɗɗi ɗaɓɓugol gandal. Nden noon kanko ceerno o wi o haray ko ɗon famete neɗɗo fof hino hani heɓugol tawba ilallah subhanahu wa ta'ala. Hara on tigi habbaki wiigol ko janngo mi tuubata ko faɗɗi janngo o wi ɗum ɗon fof haray moƴƴa. Oɗo ɓawo tuubi o wonno o ɗaɓɓi gandal ha o heɓi gandal o mana Imam Ahmad bon Hanbal kañum tigi ñande goo inni wono seedi wonde on ɗon hino ɓuri ɓe famugol hadis te noon hiɗen andi Imam Ahmad en andi musnad makko. Donc ka lannode ɓay kanko on ɗon gorko o maayi Bagdad fof fesunomo ɓe fesimo ha tawi yimɓe ɓe no ɗaɓɓidirde fesoɓe ɓe goto ala yiide oya tellement ko ɓe ɗuuɗi jakka tawi hay jinnaji ɗin hino wallitade fi wullugol fi makko. Ɓe inni noon si tawi alhaali goɗɗo moƴƴiri ni ko aduna ɗoɗe harle alhaali on no boni ɓa hari ko yaro beere ko honno noon alhaali makko wawita laahara tellement ko tawayta moƴƴay mana ko hollir haray goto fof yo tuubu tabita e tuubu wiye muɗum. فيقول الإمام أحمد: لقيته يوما يمشي حافي القدمين، وهو كان هكذا ولهذا سمي بشر الحافي، هو اسمه الحقيقي بشر بن الحارث لكن معروف ببشر الحافي، منذ أن لقي الرجل وهو يمشي حافي القدمين حتى مات. قال له الإمام أحمد يوما قال: ألا ترى ما أصاب قدميك؟ لو أنك لبست نعلا لكان خيرا لك. فقال بشر رحمه الله تعالى: إني صالحت الله عز وجل وأنا حافي القدمين، وإني لأحب أن ألقاه كيوم صالحته حافي القدمين. آخر كلامه من الدنيا سأله أحد أبنائه يعني طلبته، قالوا له: عدنا قبل موتك. فقال رحمه الله تعالى: من أحب الدنيا فليتهيأ للدل. من أحب الدنيا فليتهيأ للذل، لأن الدنيا أحبتي في الله من شغله قلبه أو هذه الدنيا شغلت قلبه والله ليس له حظا في الآخرة إلا من رحم الله عز وجل. بماكي هراي كادي on toujours ko wimo Bishrul haafi on ko inde mana mo bornaki pade be indi ko no jammira dum no wirden ni o yawno o hewti o gorkoda o wi mo stay ko maccudo ma ko pullo tuubi de nyande o rutti Allah subhanahu wa ta'ala bi de nyande har o wattaki pade parce que ko jokkitata gorko o anni bi de nyande inshallah
haray hande kadi o ɓornota ko paɗe fi honɗum piske ko neñande o tubani Allah hare o ɓornaki paɗe o anni o yiiɗo e Allah kadi ñande dargal hara o ɓornaki paɗe saabu noon ko en ɗo nder ɗum ɗo woni ko tuubi donc noon o wuuriri haray kanko Bishrun haafi ha o maayi o jaɓali ɓornagol paɗe hay ñande wotere ñande goo noon ka sakkitode waaju makko kanko ko o waaji ɓa mana sukaɓe landike mo tawi o maaya won ɓenni waaju men o inni min ko mari komo waaji on ko hunde wotere haray ande kala e moɗon yiɗuɗo aduna hay goto yiɗata aduna sina Allah subhanahu wa ta'ala waɗay koyeran e jasere e hakkunde gite makko ɗe mana ka yiɗa mo haray ko neɗɗo mo mara tan hay yimɓe ɓe hara ko probléme aduna tun e weeli o foti won ko ande. عندنا أيضا رجل آخر عالم من العلماء وكان أيضا في سننا التي نحن فيها الآن كان بين 30 و40 سنة وكان أيضا رجل مدمن للخمر وهذا الرجل يعني علم وفد من الأفداد اسمه عبد الله ابن مسلم القعنبي. هذا الرجل كان أيضا من المدمنين للخمر في يوم من الأيام وكان لا يعرف حديثا ولا أي كلام تحدثه به لا يعرفه. في يوم من الأيام بينما يقف أمام بيته وقد أعد لأصحابه جلسة لشرب الخمر وللطرب والغناء إذ برجل يأتي من بعيد يركب حمارا وطلبة العلم من خلفه ومن أمامه وبين يديه يجرون خلفه. فتعجب الإمام عبد الله بن مسلم القعنبي وهو يومئذ سكران فقال من يكون هذا الرجل الذي يتبعه هذا الخلق؟ فقالوا له ويحك إنه شعبة بن الحجاج إنه واضع علم الحديث وواضع علم الرجال كان محدثا وهو الذي وضع علم الرجال. فتعجب قال فأي حديث يحدث به؟ قالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب شعبة بن الحجاج منه بأرض الكوفة خرج هذا الرجل ولقيه في الطريق فأوقف شعبة بن الحجاج قال له قيل عنك محدث؟ قال نعم. قال حدثني. فنظر إليه شعبة بن الحجاج وعليه أثر السكران فقال له لست أهلا للحديث. فغضب عبد الله ابن مسلم القعنبي وأخرج سكينا من جيبه وقال له إن لم تحدثني جرحتك بهذا أي طعنتك بهذا السكين. فنظر إليه شعبة بن الحجاج ما خاف منه لكن انظر سيحدثه بحديث وكأنه سهم في قلب عبد الله بن مسلم. قال له حدثني منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش عن سعيد البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أدرك الناس من النبوة الأولى قولهم إن لم تستحي فافعل ما شئت. aywa o yewten kadi haray fi gorko ɗimmo kadi e tawɓe tuubi mana toujours hollel golɗen koye wakkilo tuuɓen Allah subhanahu wa ta'ala jaɓay haray o gorko wiyeteɗo Abdullah bun Muslim al-Qa'nabi on ɗon kadi ko yaraynoɗo beere wonno hari ñande goo himo jooɗi himo yara beere o hayni gorko no feƴƴa jama heewɗo hino iwtiri ɓaawo on ɗon gorko o inna ko gorko hombo woni e yewde ɗum ɗo ɓe inni mo a tiiti ko gorko goo yewtay ɗo hadisaji nela Allah sallallahu alaihi wasallam o inna nodda nelam mo ɓe noddi oya o yimmi o ari o tawi on o inni a tigi tigi an ko no ɗingi groupe ɗo fof no iwtiri ɓama mi nani inde ko a yewtay ɗo hadisaji nelaɗo o wi nam o wi lam fala a yewtan hadisaji nelaɗo o yayni no an a wonaali handuɗo e ɗum lasta halal li dhali a handa e yewtede yewtereji nelaɗo o wi sa yewtali lam o sorti laaɓi o wi mi warate kisan par ce que kanko himo suuli o ndaaro o tawi on hino suuli on tumanti o tawi ma o yewtamo o ƴetti o sifi inde worɓe tato e filliɓe hadis ɓe o wi wonde mana Allah sa sallam maaki haray si tawi a hersali ka aduna ɗo a hersali Allah huwu kala ko faalaɗa o donc o yewtimo oɗo hadis. فأبو مسلم القعنبي يقول رحمه الله تعالى والله لو طعنت بخنجر كان أخف عندي من طعني بهذا الحديث. فدخل قلبه هذا الكلام ثم انطلق إلى بيته وانصرف شعبة بن الحجاج فدخل على أمه فقال يا أمه إذا قدم الشباب فأخبريهم أنني قد رحلت وأعطيهم من الطعام أما الخمر
فأرهقه رحمه الله تعالى كله، أرهق الخمر كله ألقاه، وترك الطعام لأصحابه، ثم حمل متاعه ثم انطلق. شوف التوبة في الحين، لم يسوف بعد أسبوع، لا، مثل بشر الحافي في لحظته أخذ متاعه ثم انطلق. فتبع شعبة بن الحجاج، فلقي من الشباب الطلبة خلفه، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فقالوا له: لا نعلم عالما في زماننا أعلم أهل الأرض إلا مالك بن أنس بأرض المدينة. فانطلق ماشيا على القدمين إلى المدينة، ولقي مالك بن أنس، وتعلم على يد مالك بن أنس رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تعالى، فكان بحق محدثا. وحتى قال فيه الإمام الذهبي: أوثق من روى الموطأ عبد الله بن مسلم القعنبي. ثم رجع مرة أخرى إلى الكوفة ليبحث، لما أصبح عالما من علماء الحديث. بفضل ماذا؟ بفضل حديث سمعه وأحدث في قلبه أثر. ثم رجع مرة إلى الكوفة وقد أصبح عالما فذا، حتى تعلم على يده من؟ البخاري تلميذ لعبد الله بن مسلم القعنبي. الإمام مسلم تلميذ لعبد الله بن مسلم القعنبي. تصور هؤلاء، ومنهم من قرأ عنه الحديث ككعب وغيره. كل هؤلاء كانوا ممن أخذوا الحديث على عبد الله بن مسلم القعنبي. لكن مع هذا كله لم يرتح قلبه إلا أن يبحث عن شعبة ليقول له: إن الفضل كله لك. فلما دخل الكوفة قال: أين هو شعبة بن الحجاج؟ فقيل له: مات. فبكى رحمه الله تعالى. فكان إذا ذكر شعبة يقول: حدثني شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن ربيعي بن حراش عن سعيد البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أدركه الناس من النبوة الأولى: إن لم تستحي فافعل ما شئت. فكان لا يروي إلا هذا الحديث عن شعبة ابن الحجاج. aywa haray ko ɓuri hawnade kon ñande oɗo winomo haray dey komi jangi e hadis kon sa hersata huwu ko falɗa o nden ñande kisan kanko tigi o wi bila hande o hersay mana o watti hoore makko ka tuubuɓe kanko ceerno o wi o ɗon ko fameten haray neɗɗo nayo habbo ko heɓɗa occasion no tuubira o ruttuɗa e Allah ko ya wat ɗum ɗon direct bon ɓawi noon o tuubi o yeehi o inni beere ko wonna ka maɓɓe kon fof yo hibbe ñamete ko won ton ko yo senditane yimɓe ɓen o yeehi on tawi groupe on oyni tindinelan joni ɓaami tuubi ka ceernojo ɓurɗo janngude e leydi ndi woni mi yaami jannga ɓe tindinimo Malik bun Anas Madinatul Munawwar o yimmi o yehi o tawi Imam Malik o ari o jangi e junngo Imam Malik ha o woni gando moolanaɗo o woni hunjiɗo hadisaji nelaɗo ko moolana nden ɓa o jangi ha o heeɓi ngal ɗo gandal o arto e Kuufa ɓa o hewti Kuufa ɗon tigi tigi kankadi o woni e jannugol ina jeeya e taalibaɓe makko karamo koɓe hiɗe mantor hande no wiye Bukhari e karamo kojo no wiye Imam Muslim ɓeɗo fof o janguiniɓe ko ɓuri hawnade kon noon e ɗum ɗo fof kala tigi tigi on mana ɓural ngal fof himo jonniti kañum wiyete ɗon Shu'ba bunul Hajjaj saabu ko o woni saabu o feewi ko on yewtunomo hadis mo feewiri on saabu muɗum nde wonno o woni ganda mawɗo o falno yiitudugol e Shu'ba on o ari o ɗaɓɓiti on kono tawi on fatike o fesi moƴƴa ko on faati kon ɓe yiitidal saabu ko on wonanimo saabu waajimo woni ha o feewi o fesi fota bon ɓe indi o kanko sawno fof sowno nde mo yewta no hadis kanko o filloto no hadis mo o yewtunomo wonɗo saabu on o feewi o inna haddathani Mansour an Rabi'a wondema ko yimɓe ɓen hewtiti e konnguɗi annabaako mum ko wondema so goɗɗo hersata yo hu ko faalaw o filloto on hadis ɗon sowno fof sowno. فأيضا نقف على عالم آخر من الأفذاذ وهو إبراهيم بن أدهم. أنا أقول هذا حتى تكون لنا عظة. كم من شاب في معصية الله ولربما غدا لو تاب إلى الله عز وجل قبله الله عز وجل، ولو اجتهد مع الله عز وجل لجعله علما من الأعلام، ولربما تعلم الحديث ولربما تعلم الفقه فكان له باع في وموقف للإسلام وخدمة لدين الله عز وجل. إبراهيم بن أدهم كان مولع بالصيد. في يوم من الأيام يقول: بينما أنا أمشي على فرسي إذ أسمع صوتا يقول: ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت يا إبراهيم بن أدهم.
قال فالتفت فلم أجد أحدا فقلت لعن الله إبليس. قال ثم انطلقت أجري مرة أخرى خلف أرنب وإذ بي أسمع صوتا مرة أخرى أقرب مني فيقول يا إبراهيم ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. قال ثم التفت فلم أجد أحدا فقلت لعن الله إبليس. قال ثم انطلقت مرة أخرى أجري وإذ بي أسمع الصوت من على فرسي أمامي يقول لي يا إبراهيم ابن أدهم ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فانطلق إبراهيم بن أدهم في ساعته. قال فلقيت راعي غنم فأعطيته ثيابي التي كنت ألبسها وأنا يومئذ من أغنياء الكوفة فأعطيته ثيابي ثم لبست ثيابه الخشنة. فقال للراعي دلني على مكان أأتي به برزق حلال. فقال لا أجد لك مكانا إلا أرض الشام. قال فانطلقت إلى الشام فتعلمت فيها الحديث حتى أصبحت عالما وتعلمت الفقه حتى أصبحت فقيها وتعلمت القرآن حتى أصبحت عالما في كتاب الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب هيأه الله عز وجل له. حتى قيل فيه قال يقول نصر بن حماد وهو من تلامذة شعبة يقول رحمه الله تعالى وكان سخاؤه أشبه ما يكون بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومما يروى عنه في توبته قال ركبنا يوما معه باخرة وإذ بنا في وسط البحر كاد الأمواج أن تغرقنا يعني تغرق الباخرة. فقال فنزلنا نجري إلى إبراهيم بن أدهم وهو في أسفلها مطمئن البال ذاكرا لله عز وجل تاليا لكتابه. فقلنا له يا إبراهيم أما ترى ما نحن فيه؟ قال وما أنتم فيه؟ قالوا إن الأمواج توشك أن تغرقنا فادعوا الله عز وجل لنا بالنجاة. قال فرفع يديه وقال اللهم قد أريتنا قوتك وجبروتك فأرنا عفوك ورحمتك. قال والله فهدأ البحر ثم انطلقنا في طريقنا. رحمه الله تعالى. أيوة وسفاني إن كادي في تشرنوجو مولا نادو نانين فتا ويتل إبراهيم بن أدهم honno do kadi hebiri occasion o feewi e lawol Allah subhanahu wa ta'ala. Odo Ibrahim bun Adham ko yidno do wañu donc mo jinda ka burura mo jokki wañu tun nyande go e nder ko wañata ko mo suti sarire goddum iwtiri baaw makko o nani no wi'a na dum tagirada hina dum yamirada o na dum ko affaire ji iblis ni mo dum ko sonja donc o wippiti o continue e golle makko o yeyi kadi o yiide e kullungo mo fokkitani kum o nani la même chose o yeyiti kadi o yiide e kullungo joni ardi yeso makko ka puccu ndaw non no dum o ni ardo lan hani wattango ila parce que hara hande kan na affaire iblis hani o yehi don o landi goddo go o wi mo mimmi do faala accitugol de golle ko mon do o jokkugol nde buru e wañugol tumargol koykol jomi faala tindinan ko honto mi heboyta arsike dagido laabudo hara hina kadi ko wondi e tikki sakka hay hunde o bortita cionci makko din o kyo o wi yo yaw sham o yimmi o yehi sam tigi on o wonton o jokki non hankadi dabborgol ganda o jangi ha o hebi fiqhu ha o woni faqih o jangi hadis ha o woni muhaddis yewtay do hadis o jangi o hunji qur'an on do o woni cernojo molana do hande kadi o woni windo o defte jon non ko buri hawnade e ko fillaako e gissa makko nyande go hari hibe laakum kanko e jama buy laakum kun hino dimbade tay be fokkiti yola go kanko mo jodi kala kullahi mo uggini mo jokki jangol indal subhanahu wa ta'ala e jangol qur'an o andal laakum kun no yolade be a tapi mo benni e cerno ibrahim ko hon don tigi tigi an hida uggini laakum men kun hino yolade on hida yolade benni hi on to manti on a benni joni yo toro allah oyni allah a holli men doole ma den e tikkere ma den men faala ya holli men kadi yurmende ma den e yafuye ma on si tawi ade mojjon hakkunde amen ga no jangirno odo du'a de'iti ki san la kun ko woni tranquille donc o wi dum ko al alama mojjugol odo cerno e al alama kadi goddon ko desidani wo o hebay surtout to bango Allah subhanahu wa ta'ala. طيب أنا الآن أسألك لماذا خلقتم ولماذا خلقت أنا؟ هل خلقنا للدنيا أم للآخرة؟ للآخرة. لكن أسأل كل واحد منا وأسأل نفسي ماذا أعددت للآخرة وما أعددت للدنيا؟ تقول أنك خلقت للآخرة
لكن أرى نفسي وأراكم أحبتي في الله كل عملنا للدنيا. الرجل فينا يشتري بيتا كم؟ 100 متر مربع، أعطى من عمره 30 سنة وهو يؤدي دينه، 30 سنة 25 سنة وهو يؤدي دين بيت 100 متر مربع. أقول لك كم أعطيت لجنة عرضها السماوات والأرض؟ كم أعطيت؟ تشتري سيارة تعطيها من عمرك 3 سنين وأنت تجمع المال أو 2 فأسألك كم أعطيت لجنة عرضها السماوات والأرض؟ كم أعطيت؟ إذا كنت تقول أنك خلقت للآخرة، لكنني أراك وأرى نفسي أن عملنا كله للدنيا لا للآخرة، في حين أن الله عز وجل انظر كيف يخاطبك. قال لك أما الدنيا فهي لك لأنني خلقتها من أجلك، كل ما فيها من أجلك أنت. ولهذا ماذا قال لك في محكم تنزيله؟ قال اسمع قوله جل، قال فامشوا في مناكبها، امشي على مهل، امشي فقط، وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها يعني لا تسرع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن طلب الآخرة لم يقل لك فامشي، قال لك سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فرق، احنا اليوم قلبنا الآية، الصراع في الدنيا والمصارعة في طلب الدنيا، لكن في طلب الآخرة ليس هناك وقت. الإنسان شغل عن الآخرة بماذا؟ بالدنيا، في حين أن الله عز وجل يقول سارعوا إلى الآخرة. أما الدنيا فامشوا في مناكبها لأنك أنت خلقت لها، الدنيا لك، هيأ الله الدنيا لك يا ابن آدم، طعامها وشرابها وما فيها من حيوان وهواء كل لك. لماذا هذا كله؟ حتى تتفرغ لعبادة الله. لكن لما كلمك عن العلم والتفقه في دين الله ومعرفة ما يقربك لله عز وجل، قال لك ففروا إلى الله، الفرار إلى الله عز وجل. فأين نحن من هذا الموقف أحبتي في الله؟ وإني كانكو تيرنو جون هاراي باي ناني ديغي ساجي بي توبو بي دو فو جون mo landade goto kala men ko fi hondo woni ko tagirala jaabongol idan andi ko fi l'akhirah wana fi adna o wi joni si tawi ko fi l'akhirah tagana den ina fi adna en fo den gomdini o adna do tigi tigi on ko lannaydo o inni harahi mo yi a fuddore kanko cerno jon hebi enen luttube do ben fo haray golleji men indi woni fi adna tum. O jonni exemple o wi ay goddo no nyawli do suudu joni noon ko wonɗo gollande l'akhirah kono himo ñawli suudu yoɓetendo pendant 30 ans. neɗɗo tagiraɗo fi l'akhirah himo ñawli otowal o yoɓay ngal 5 ans ma 3 ans. o wi est ce que haray gongi an joni hodlingo ko addi ko waɗanɗa l'akhirah ko adna on ka yiyama a wawi ñawlagol suudu ñawlo otowal kono l'akhirah on haray honto ko waɗanɗa l'akhirah kon. o inni donc haray ɗum noon koye wattayla tele sen daari aji qur'an ɗe Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko woni adna ɗo kon fof ko enen o tagani. ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. o yentani e leydi ndi yahe ka seraji mayri ñaame ko woni e mayri waɗe kala ko woni e mayri ko daggi ko. o inni amma sen daari aljanna o ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko wi en ko shari'u hittine ila maghfiratin min rabbikum e yaafa e immorde jommo wa jannatin arduha samawati wal ard e aljanna mo tawata yaajendi mum ko asama e leydi. donc o wi ɗon ko ya hitti. o wi kono enen en yiltidiri alhaali o joni en hittini fi adna o amma fi l'akhirah on hay en ala yewde hay fi mum. o wi donc sen daari le aya go kala subhanahu wa ta'ala hino yewta o wi waren fa firru ila Allah doge yawm ka Allah. donc hare ko watta ila e fi sifadi lo pi. فانظر أنت ما تهيئ للدنيا وتترك الآخرة. أعطيك مثلا بسيطا، أنت قد تشتري أفخر سيارة فتنظر إليها كم سنة، نصف سنة، شهر، لكن سرعان ما يقع لك منها الملل إذا تغير الموديل وجاء سيارة أفخر منها.
فيقع من عينك الملل في رؤية الأشياء. بيتك نفس الشيء، قد تبني قصرا لكن سرعان ما يقع لك منه الملل فترى بيت غيرك أفضل، وهكذا. هذه لأنها صنعتك أنت التي هيأتها في دنياك. أنا الآن أنبهك إلى صنعة الله فقط في الدنيا. شجرة خلقها الله عز وجل من لدن آدم إلى قيام الساعة، وأنت تنظر إليها صباحا ومساء، هل وقع منك منها الملل؟ لا أبدا. وكلما ازددت النظر إلى الشجر إلا وازداد الشوق إلى التمعن في خلق الله. انظر إلى السماء، انظر إلى كل صنعة الله، لا يقع منها الملل أبدا. وهذه الصنائع التي في الدنيا هي للكافر والمسلم سواء، فكيف بك في الجنة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. woni tagore sen daari adna on en taway tigiti kone mum kon fof ala valeur hay hunde seede mum o wi ay sooda ɗo hande otowal wakkilo ɗo ha wiya ko ngal mi faala ƴette ine Mercedes C-Class ko dernier modèle. O wi a heɓay ngal wonda e maggal balɗe ni neɓata an tigi darata ngal mettitima siko suudu a darnay ɗo étage wiya hande ko dernier modèle on ni ko oɗo ɓuur label wonda e mum balɗe ni an tigi darandu tawa modèle ji go yatandu mettitima. O wi donc ɗum ko golle ibnu adama. Amma golle Allah ɗen o wi ndaare hay hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala golli kon ñande ko nde ndaarɗa wata e ɓeyde welde. O wi ndaar leggal no ndaariɗa ngal o foti ko fularol foti ko leggal tun ka brure a yiyata ɗon inna a ɗeɗo no doit changede. Donc foti ko asama on ndaarɗa foti ko leydi. O wi ɗum haray ko exemple molanaɗo sendinirgol hakkunde golle Allah subhanahu wa ta'ala e golle jeyaɗon. Donc haray ko fameten ɗon haray golle ko Allah waɗi kon ko aljanna ɓuri mawnude idi tigi tigi on piiji ko mijotoɗen ko fof. فأختم كلامي بحديث قدسي يقول فيه الحق تبارك وتعالى: عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض وانبساطها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى كل ظاهر وكامل، وإلى كل متحرك وساكن. الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. كل المخلوقات من غير الإنسان لا يغفل أبدا عن الله. الشجر والحجر كل شيء إلا وهو ذاكر لله، لا يغفل أبدا عن الله عز وجل. لكن لما ذكر ابن آدم قال: لك عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني، ولو أمرت الأرض لبلعتك في جوفها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكنني عبدي أجلتك لأجل أجلته ولوقت أقدته. الله o inni wo haray mo darnirde yewtere nden kalannode wonde inchallah habboɗen dondire haray Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko ayo ibnu adam ndaaru ngo maayo e mollode muɗum, ndaara ndi leydi e pelle muɗum, ndaara o asama e mahodi makko. Ɗum ɗo fof hino subun hinandelam min Allah, hino yettudelam an ibnu adam on hiɗa wedditi e yettugolla. O wi tele min Allah simi faalanoma ka wonɗo ni ndi leydi miɗo wawi ndi yamirde ndi moɗe nandi moɗirno noon hiɗen andi woɓɓe goo maɗanoma. Miɗo wawi yamirde asama o cifoma, miɗo wawi yamirde maayo gongo yoole, kono miɗo accuma ɗon, miɗo surruma kadi e hoore boneji ko wonɗa wadde kon. O wi mi waɗirali ɗum sina aɗitinokke ka konngol an wondema hunde fof ko lajal, miɗo habbi ha lajal ma ngal timma a tawta e langa. فلما خاطبك قال لك: انظر من نعم الله عليك، أبسط النعم. ولهذا لو أنت أخذت النظر في وجهك مثلا، عينيك ها هنا وأنفك ها هنا مثلا ولسانك، هل الله عز وجل خلقك هكذا من باب الصدفة؟ لا، حتى تتهيأ لطاعة الله فقط. فأنت عندما تأخذ مثلا كوب شاي أو ماء تريد أن تشرب، أنت تقوم ب3 أو 4 حركات وأنت لا تشعر. أول شيء تنظر إلى الإناء، إذا لم يكن فيه شيء قربته إلى فمك. الحاسة الثانية الشم، إذا لاحظت أن هناك شيء كريه في الكأس رددت الكأس. إن لم تشمن شيئا جعل حاسة الذوق في مقدمة اللسان، فبمجرد أن تتذوق الشيء إذا كان
حلوا زائد أو يعني فيه شيء من الغرابة في الطعم إلا ورددته. أما إذا لم تجد شيئا شربت الماء. أنا الآن أريدك أن تتصور شيئا. لو أن الله تعالى خلق العينين ها هنا، وجعل الأنف ها هنا، وجعل اللسان ها هنا والفم، كيف تشرب كأس شيء أو كأس ماء؟ تضطر أن تنظر، ثم بعد ذلك إلى الوراء لتشم، ثم تأتي في المقدمة لتشرب. الله يعني الإنسان لربما لا يشرب كأسا. لماذا؟ لأن الله تعالى هيأ لك هذا الوجه الجميل، وجعل لك كل شيء في مكانه حتى تتفرغ أنت لطاعة الله عز وجل في أي صورة ما. فلينظر الإنسان مما خلق في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله. وي هراي نحن الله سبحانه وتعالى تاجي متاو ومجني بعد ماني نندو فوق في واو ريود الله سبحانه وتعالى. وي jonne example o wi goɗɗo hara faalama ɗo yarde kas mum te o wi action ji tati no feƴƴa ɗon kono sa wattanali a famatade ko yawɗa yarde o haray action ji tati feƴƴi. goo haray guite ɗen ponci darugol est ce que tuuɗe ala e nder makko. sa ɓanni kum ko yawɗa maɗɗagol o kinal ngal haray respiri anda est ce que goɗɗum ngo ko hana urude no nder ton tammum ɗum ɗengal ngal mema anda est ce que si tawi joni masalan ɗen andi tawi ko wano diabete si sukkarre memi ɗo tun na hara o enna o joƴƴinay kisan si tawi kadi kun haɗa ya kisan ɗo na tigi tigi teni a joƴƴinay kisan. o wi joni noon kalkis tawi no Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ninoma ɗe guite hara ko dow gaɗe woni wattiri ɗengal ngal ga tawi joni koye a ƴettu ko rondoɗa ga darda ni taw ha gayna ɓannira noon ɗo inna a yarir gani. o wi haray nono ɓoyni fota o wi ko ɗo si Allah subhanahu wa ta'ala o wi haray o tagui neɗɗon o fa sawwaka fa adalak o fotidirima. eɗen andira ñande Cheikh Tayyib yewti en sifa ɗum ɗo o winɗo fore ko nemaji ko julɓe ɓen hani yettuwo Allah subhanahu wa ta'ala e mum inchallah. فإذا هذا كله ليعلم الإنسان نعمة الله عليه، ويعرف إنما خلق للآخرة وما خلق للدنيا. أما هذه الدنيا فلا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى منها للكافر شربة ماء. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. لكن انظر إلى رحمة الله بعباده. رغم أنك عصيت الله عز وجل وفعلت ما فعلت، لكن انظر إلى رحمة الله بك. ولو جعلنا مقياسا لابن آدم مع الله، أذكر مقدمة ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال الإمام الغزالي: نريد أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله عز وجل. أنا أذكر هذا المثل قبل أن أبدي لك رحمة الله بعباده. يقول: نأتي برجل عاش في الدنيا 60 سنة، نسأله أول سؤال: كم تنام في اليوم؟ يقول 8 ساعات. اليوم فيه 24 ساعة، يعني هو ينام في اليوم ثلثه. إذن في 60 سنة كم نام؟ 20 سنة. كم بقي من العمر؟ 40 سنة. كم تشتغل في اليوم؟ 8 ساعات. إذن 20 سنة ذهبت أخرى. كم بقي من العمر؟ 20 سنة. منذ متى كلفت بعبادة الله؟ وأنت ابن 15 سنة. كم بقي من العمر؟ يعني وأنت ابن طفل لا كنت غير مكلف، بقي من عمرك 5 سنوات. 5 سنوات كم جلست تأكل فيها؟ وكم جلست تحدث زوجتك فيها؟ وكم جلست تشرب كوباي شاي؟ كم يبقى من العمر؟ لا يبقى إلا سنة في 60 سنة. سنة طاعة في 60 سنة. فقال لك: ألا تستحي أن تخرج من الدنيا إلى غضب الله وسخطه وقد أعطاك 59 سنة وحسبها لك في طاعة الله، وأنت فيها نائم أو تشتغل أو تأكل وتشرب وتجامع أهل بيتك، فتخرج بسنة في طاعة الله ومع ذلك تخرج إلى معصية الله وغضبه. لكن انظر إلى رحمة الله، وبها أختم كلامي. قال لك الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني، ولو أمرت الأرض لبلعتك في جوفها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكنني عبدي أجلتك لأجل أجلته ولوقت أقدته، ولا بد لك وعلى كل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. يومها عبدي أذكرك أفعالك وأحصي لك أعمالك، حتى إذا لقيت بالبوار
وعلمت أنك من أهل النار منحتك غفراني وأعطيتك رضواني وقلت لك عبدي لا تحزن غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. أيوة نون هراي كساكي دو o inni haray famen toujours wallahi haray waɗo adna ko rawa feƴƴatu wonde haray Allah subhanahu wa ta'ala ko tagiren kon ko dawal o joni ɗo exemple labaɗo o inni wonde sen daari ɗo joni on Imam Ghazali mo yewta ka deftere makko e mo gaddima goo wondema goɗɗo goo marɗo duuɓi si o wuuri duuɓi 60 masalan e nder on duuɓi 60 ndaren ɗo o inni neɗɗo on hino beesonni ɗanagol 8 heures par jour leer jeette o wi leere jeetati sen calcule ɗum e nder duuɓi 60 on ko leer nogay hawrta donc sen itti joni wuurɗo duuɓi 60 tawi ñande o ɗan to leer jeetti hara o ɗani ke leer nogay hara o ɗani ke duuɓi nogay mana duuɓi nogay hara luttiri 50 e nder ɗum noon tawi kadi o golla leer jeetti hara o golli mana duuɓi nogay hara o luttiri duuɓi 10 e nder ɗum ko Allah yamirimo dewal koko heɓi duuɓi 15 lutti duuɓi 5 e nder duuɓi 5 on fof mo duwa yidde ɓengu makko wonde fijidaro e ñamgol ɗum hawra duuɓi 4 o luttiri duuɓol goto hara ko ngol ɗo woni ko rewi Allah subhanahu wa ta'ala tawi noon ko addira ɗo fi dewal Allah subhanahu wa ta'ala o inni donc haray ɗum ko exemple ji ɗi hande wattango ila e muɗum o wi fil haqiqa o darnir hadis yutuɗo wondema on hadis ɗon hulasa makko on ko wondema haray Allah subhanahu wa ta'ala ko addirɗo jeeya ɗon ko fi dewal Allah haray ɗon jeeya ɗon no heewi wedditagol o wi kono so mo Allah moƴƴi e mum fi a wedditiki a yeway ha wona kew a nanggama fokkintinaɗa yiite daññande Allah subhanahu wa ta'ala holle kadi yurmede makko ne moƴƴere makko ne o ƴette wona ɓe aljanna kono ko sarti tawi haɗa on tino jogui ɓernde moƴƴere. آخر كلمة. الآن لو أي فينا إنسان مسافر كم يوم يبقى يعد لسفره؟ منا من يعد للسفر قبل سفره بشهر ومنا ب10 أيام ومنا ب15 يوما وهو يعد لهذا السفر إلى بلده. هذا السفر الذي أعد له 15 يوما أو 20 يوما أو 30 يوما هل سيرجع بعده أم لا؟ طبعا سيرجع بعده إن شاء الله تعالى سالما غانما. لكن أقول لك هذا شهر رمضان شهر واحد تعد فيه زادك لرحلة بغير إياب سفر بغير رجعة. هذا زاد سفر إلى الدار الآخرة شهر فقط قد تخرج منه من سخط الله إلى رضاه تعد فيه زادك للقاء الله عز وجل لأنك لربما لا تدري قد تدرك رمضان المقبل أو لا تدركه وهذا زادك هذه السنة فاعمل فيها أحبتي في الله. من كان عاص لله عز وجل فليتهيأ لطاعة الله عز وجل. من كان مقصرا في تلاوة كتاب الله فليستعد وليهيئ وليجعل وقتا لطاعة الله عز وجل. وهكذا أحبتي في الله إن خرجتم من هذا الصيام ومن رمضان ولم يغفر لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله. هذه فرصة أمامك ليغفر الله لك ويدخلك في رحمته ويدخلك جنته لكن لا يأباها إلا البعيد عن الله البعيد عن رحمة الله عز وجل. فنسأل الله ألا يجعلنا منهم إن شاء الله تعالى وأن يجعلنا ممن يستبقون الخيرات ويعملون لطاعة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. ara yewtar sakkitoron no cheikh on ko holle en ɗo wolle ɗen andi si goɗɗo fokkiti voyage haray woɓɓe suusta voyage ugol préparugol gordo garda e walisije ɗum woɓɓe ƴetta lewru harno préparade woɓɓe balɗe tati woɓɓe jemma goto donc harale ko voyage mo tawata on tigui yahay artoya inne wona yaho ka meɗen o wi joni ina fokkiɗo voyage mo tawata ko voyage tigui tigui jon mana yahugol ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko nduɗo noon lewru koye nduɗo préparé te fi ɗum ɗon koye nduɗo ko naɓorte ton kon heɓoto koye nduɗo moƴƴerne fof heɓoto haɗa koyen watta yila hoore no hana hoorirede noon okken zakke waɗen piiji denndangal moƴƴereji watte ɗin haɗay ko ɗum ɗo ceernojo woni ko timminere yewtere makko nde inchallah fadilata cheikh nashkurukum ala hada dars alqayyim wa nasal Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعله في ميدان حسناتكم وأن ينفع به الذين هذروها وغيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نستمع إلى آيات قصيرة من فضيلة الشيخ محمود المشري فليتفضل جزاه الله خيرا. أي هذا دعاء القرآن سيرني وأدين دعاء كمنا إن شاء الله. إن شاء الله.